لايف تفاعلي للشيخ كوكو مع جزائريين من أبناء بلده كشف حجم التشنج كلما ذكر المغرب. تابعوا معنا للآخر. والله عائشة أم المؤمنين والله لن تمسها رضي الله عنها والله ما تمسها. عمي الرئيس تاع ايران راه عنده علاقات مع الجزائر، والجزائر وايران راهم يسبوا في عائشه ام المؤمنين. عمي لازم نمشيو قد عمي. انا دخلت الاسلام تبوني ماشي نعلة الله عليهم الى يوم الدين. نعلة الله على من يسب ولكن تبون عنده علاقه مع سبابي عائشه. واش رايكم؟ شوف فرق بين السياسه وفرق بين الدين. لازم تفرق بين السياسه. وي. وفي اسرائيل على ما تفرقش ما بين السياسه والدين. كيف فرق بين السياسه والدين؟ اسرائيل تقتل بلادنا وايران. نعطيك حاجه. ايران كانت سبب في مقتل مليون. ايران كانت سبب في مقتل مليون و200 هذو في سوريا. نعطيك حاجه مليحه ليك تسمعها اول مره. اسمعني. اسرائيل خدمت بسياسه الشيطان. هنا في الجزائر كاين اليهود والصهيون بالصحراء المغربيه. انت سني. لا خليني نهضر. خليني من الدين. انا خليت في امور السياسه. نو انت اللي دخلت لي بالدين تهضر معايا بالدين. عندنا هنا في الجزائر ملثمين عنده ناسيوناليتي. اوكي فاهم. ما تهربليش يا عمي. ما تهربليش من هذه. اقعد لي في الشيعه واليهود. مليح ليك. اقعد لي على انا فاهمك مليح. علاه طبقت الدين على اسرائيل وما طبقتوش على ايران؟ صح. ايران علاش نطبق عليها؟ ضربتني. اسرائيل ضربتك؟ اسرائيل ضربت المسلم. خوتنا. اوكي. واش رايك الشيخ ابن تيميه تحبه؟ يا ودي راه ما تهضرش على حاجه اكثر مني ومنك يا ابني. اوكي. الشيخ ابن تيميه قال لك الشيعه ردوا كفر من اليهود والنصارى. لعنة الله عليهم الى يوم الدين. اسمعني شريم. لعنة الله عليهم الى يوم الدين. ايران قتلت المسلمين السنه ما يقارب 1,200,000 مرك في سوريا، هي وروسيا. لعنة الله عليهم الى يوم الدين. اسمعني. هل عندك جرأة تقول له هل عندك جرأة يا تبون تقول له يا خائن الاسلام؟ اسمعني. تبون اللي جابهم. تبون اللي جابهم الفم. اسمعني. الله يحميه وراهو ابن امام وربي ينوره وربي يعز. فهمني تهضر بالدين يا عمي. ويرحم كل الشعب الجزائري. شوف من العساس المواطن البسيط لكل مؤسسات الدولة. الله يحمي هذه البلاد وربي يكشف الخيانة كما حالك وحال غيرك. هذه وش الخيانة؟ هاني هضرنا في الدين لقيت كتاب الإنسان متناقض. واش راه عندك يا عمي؟ الخيانة هو أن تكون عميل ضد بلادك وتدي هكا وتاكل هكا وتبيع اصلك وفصلك من اجل ان تضرب كما يقولوا. انا جزائري. انت ماك جزائري. انا جزائري عليك. انت جزائري في الاسم بصح انا جزائري في القلب. الصندوق. انت انت بايع. اسمعني يا راجل. اسمعني. احنا الجزائريين عندنا عهد في عهد الكفاح وعهد الشهداء. نبقاو مأصلين وما نبيعوش البلاد مهما كان وما يغرناش. شكون هو اللي باع البلاد؟ ما يغرناش الفلوس. ما يشروناش بالفلوس. احنا شكون هو اللي باع؟ شكون اللي حاكم البلاد؟ اسمع. العربي بالمهيدي نحاولوا هذه الجده هذه وما تكلمش. وشهاده تاع الضابط الفرنسي قال لهم لو كان عندي 400 برك من هذا نحتل العالم. اسمعني. وش بعت انا عمي؟ قول لي وش بعت عمي خويا. اولا راك ضد بلادك. فوش ضد بلادي؟ انا مانيش فوش ضد بلادي. اسمع ما تبداش تولي قلنا خاين نزيد نقول له حاجه واحده اخرى. خاينه ما قدرش دخلت في الدين بسيط. انت حصلت في الدين هذاك ومن بعد فتلك الدين حشمت منك شوي كبير بولا حياتك. شوف نعطيها لك بمصطلح يعني قانوني. انت جاسوس. حليلي. الجاسوس يكون داخل. انا يكون داخل الجزائر الجاسوس. لا انت راك من الجزائر. الجاسوس هو واحد يروح. الجاسوس عاود ما سمعتك. قلت لك الجاسوس هو يدخل في وسطهم
في وسطهم، تسمى ندخل لا، الجزائر لا. وندخل فيما جاسوس المال الجزائري. نتمنى تكون راك ممثل ومجند من الجزائر باش تجيب معلومات من هذا اللي راك معاهم. نتمنى تكون راك لاعب دور العدو وانت ضحيه. نتمنى من ربي خاطر شكون هما الاعداء؟ شكون هما الاعداء؟ الاعداء هم باهلين، هم اعداء الله اولا، اعداء الاسلام اولا. ايران عدوة الله. اسمعني، ايران انت واش راك حاسب بها؟ ضربتها اسرائيل لابد تحامي على روحها، ما عندها لا عزه لا الاسلام لا لا دخل. وفي سوريا وفي سوريا في وش اليمن. بها سوريا؟ وش بها اليمن؟ اليمن قول سيدي اليمن، اسيادنا اليمن ورجال. لا اليمن ماهمش السنه اللي يتحاربوا مع اسرائيل، هو الشيعة. شوف جيب بالك من الاخر، انت راك صايم رمضان، يسبوا عائشه، هم اللي يسبوا عائشه، هم اللي يتحاربوا مع اسرائيل. اسمعني، انت تصوم في الليل وانا اصوم في النهار. اسمعني نقول لك حاجه، الجزائر باذن الله والله ما تقدها لا انت لا واحد اخر، اقسم بالله يا والله ما نخافوا من الموت ولا نخافوا من الجوع ولا نخافوا من الفقر، باذن الله مأصلين على جدودنا. وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وعيشوا انتم، انا خلينا لها لكم، اربسوا كولوا وقولوا تحية الجزائر يا وليد امك يا وليد عمي تتنتخب انت تفوتي ولا لا؟ والله انتخبت مره واحده مع زروار الله يرحمه ويسالي، مره واحده. ولا ما تنتخبش مع تبون، هذا على واش؟ حريه، هذا يبين بلي الجزائر عندها حريه. ماشي عندك حريه لانك انت سني وانت ما تمنش بالانتخابات تاع حزب. اقسم بالله غير اقسم بالله انا من اهل مؤسسه الجيش الوطني الشعبي زين. ولكن انت من اهل السنه والجماعه، انت سلفي، انت ما تقدرش انك تفوتي لانه عندك التحزب. انا من امه محمد، انا من امه رسول الله. ولكن انت سني، انت الشيخ تاع ابن تيميه. التحزب لا يجوز تحزب وانك دير تجوز المبايعه ما تجوز الانتخابات. انا نتكلم معاك، قلت ربما يهديها ربي، بصح نهار اللي عريت على مسلانك ما يعني شككت مليح، والله ما عرفتك. انا شفت الا اهل الامن يمثلوا هاك. ان شاء الله تكون راك من اهل الجزائر الصحاح اللي راك تلعب في دور باش تجيب المعلومات من الجهه اللي راك فيها. ان شاء الله نتمنى تكون عنصر من الامن، من دلتا سيرا خلاص، وراك فاهم. ان شاء الله تكون من هذوك الناس، ان شاء الله تكون من هذوك الناس. ربي يعطيك يا عمي، ربي يعطيك يا عمي. لا علاقه بالدين انت، لا علاقه حتى بحاجه. ربي هذاك شفت انت واش هو عمي فيك واحد الحاجه، شفت تخلطت لك ما بين الدين والوطنيه وتخلطت لك ما بين كلش، ما فهمت والو عمي والله. لاني مأصل، انا ابن الجزائر وما نبيعش. تخلطت لك عمي ونطلع هكا. على بالك علاش نطلع لك هكا؟ انت مطلع لي رجال مخنثين معاه صح. انا والله غير نقول لك كملت معك على كل حال. المهم ما تنساش المقابله هذه. كاين الرجال مخنثين محميين في الجزائر، والشيخ نانو راه يغني فيما نورمال، وفيما يستضاف فيهم القنوات الجزائريه نورمال. ما تعرفش احمد البودن علاه؟ ما تعرفهاش. انت راك من الجزائر بس ما تعرفهاش. هي ربما ضربوا لك الابره. هو سفيان بوعيط والله يظل يدافع على تبون. سفيان بوعيط هذاك ضربوا لك الابره، قلت لك ضربوا لك الابره. وين ضربوها لك؟ منا ولا من؟ باش نقول لك تاع واش اللي منا واللي منه. ضربوها لي في لاكوش. ما لا عظم الله اجرك يا سيدي. يا ابن الجزائر سمعت ان شاء الله. شوف الحاجه الوالده يتبعت قالت هذا عمره ما يكون ولد الجزائر. اسمح لي، قال حاجه ربي يحفظها الحاجه في عمرها 70 سنه هي قاعده حذايا، قالت لي عمره هذا ما يكون ولد الجزائر. يعني مشاهدوا عليك الكبار. ناس ملاح مسكينه والله يعطيك. بنت الجبل، بنت اريس مسكينه، بنت اريس الجبل هذيك مسكينه. غيظني. تعرف نقول لك واحد الكلمه، اقسم بالله الحقيقه. ربما هنا مات بعض الناس وشراوا بعض الناس، بصح ان شاء الله يا رب يحفظ هذه البلاد ويحفظ المسلمين اينما كانوا. وشعارنا العزه لله ولرسوله والمؤمنين. بربي ان شاء الله هذا الدين هذا سوف يكون ان شاء الله
ما فهمتش إن شاء انا يا الله. اخي. الجزائر ولو حاربت الاسلامويين ما يحكموش الجزائر. كيف الجزائر ما تمنش بالدوله الاسلاميه؟ على بالك واش اخر شيء 250 الجزائري مات على جال ما تحكموش. كاينه واحده الدوله شافت الملك نتاعها فوق القمر، وهو اني نحترم على واحد الدواء يسموه دواء الكذب. على بالك دواء الكذب عنده دواء بني ولا ما عندوش؟ كيف اخويا؟ الكذب عنده دواء ولا ما عندوش؟ وكش ما لقيت انت اللقلق مجاهد انت؟ نعم اللقلق يجاهد، حيوان يجاهد. واقف مع سليمان انت ولا واش؟ عندنا احنا سليمان، عندنا احنا ذاك الوقت كان معنا النبي سليمان ولا واش؟ اللقلق يجاهد والله شاهدت هجرة النبي مستشار تبون اللي قالها، مستشار تبون اللي قالها ماشي انا. يجاهد لانه اذا كان النحل جنود الله، اذا كان النحل جنود الله ما بقاش يا ابني. اسمعني انت ما تعرفش لانك ما تعرفش. اسمعني، اللي شاف الملك جالس فوق القمر راني نبحث له على دواء يسموه دواء الكذب، وقريب يخرج ومصنع هنا بالجزائر نبعثوه لهذا الجماعه اللي شافوا القام. يقول لك راني كل يوم مالك مجالس القمر ما شفتش. اسمعني عمي احمد يا شاوي اسمعني. انا معاك شفت امير المؤمنين يخبطها بالريكار والويسكي ويشطح في شوارع باريس. شتا معليش يا عمي ولد اختي ولد خويا نعطيك واحد الحاجه عمي. انت كي تجي تقول لي والله ريحت الاعتراض، كي تجي تقول لي باللي كي هضرت لك انا قلت لي باللي هذوك شافوه، هذوك سيدي بكري يقول المغاربه النوايا تاع جدودنا تاع بكري كل شيء يمنوا بالخرافات. وفي 2025 2024 كش ما يمن بالخرافات، قال الناس كبار بكري كانوا نوايا. والناس نتاع دركا يجي واحد يمن باللي اللقلق شهيد صح ويمن به كيما هكا مجاهد. اسمع يعني انت في الوقت هذا ربما غلطت يعني نقول هذوك الناس هذوك كانوا جهاله، كانوا بكري شو باش نعطيك، كانوا الناس تاع بكري جهاله، يمنوا بالمصوره، يمنوا بالطامه، يمنوا كل شيء. وانت درك 2025 2026 يمنوا بالناس باللقلق الشهيد. يسمعني، حبيت نقول هو بكري انت حطيت النيه تاع بكري. النيه مش نيه. الانسان المسحور راه يخيل اليه هذا هما مسحورين، ويخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. هو كي سحروهم هذا من الناس اليهود، هذا مسحروا هذا القبيله اللي راهي كل يوم تشوف الملك طالع بالسماء، يسموهم مسحورين. ما مش النوايا. النيه تعرفوا شيء؟ النيه اللي يحط ايده فوق النار ويحسبها اغلاص ولا ما بارد ولا، راهم مسحورين. وين لقيت انت مغربي دركا في الفين وهذا ويقول لك انا شفت الملك في القمر؟ وين لقيت؟ راهم يقولوا قالوا اكثر من والله ما كاين اكثر من هكا. اسمعني شوف عمي، كاين في المغرب انه كاين رجال والله نعمه الاصل ونعمه. عمي واش دانا؟ افهمني، خلينا من هذا الكل. انت درك انا ما فهمتش واش داك. انا جزائري طالع عندي وانا نهضر انا ولد بلادي على انا حتى انا راني ندخلك للمغرب. رسائل نبعث لك في رسائل. اسمع، نبعث لك في رسائل على بالي راك فاهم، على بالي واش راك دير واش راك تعمل. ويش اللي ما دخلنيش انا جبدني علاش بدري حتى ندافع المغرب ولا ما ندافعش ولا مانيش اصلا ندافع. انا نرد لك برك باش تدخل للدار برك. انا ما ندافع حتى المغرب انا ما ندافعش. انا نرد فيك باش تدخل للدار. المهم شوف احنا قاعدين اسمعني، احنا قاعدين في هالبلاد اقسم بالله يا اخر حاجه غير المدود. نسقسيك اسمع انت اذا احتجت تاكل معايا شويه او حطوا لي شويه. حاول تسمع لي، حاول تسمع لي يا عمي. قالوا الماء حاول تسمع لي يا عمي. معليش عندك كلمه، عندك كل شيء عمي. هستنا برك. لا اسمع، قالوا الماء ما كانش هكا يا اخي. هاو الماء ربي يبارك يا عمي. تاع السيتير انا نعرفه، تاع السيتير عمي. والله ما تاع سيتير. راح تقول لي العين تمشي الوقت هذا في الريس عمي. انا بالعاصمه درك. انا وليد الريس في العاصمه. يا ولدي في العاصمه. راح تقول لي انت في العاصمه لما يمشي ما يحبش. خلينا عمي خويا من الهضره هذه. خلينا نقول لك حاجه. اسمعني نقول لك حاول تسمعني نرجعوا لواحد الحاجه برك نهضروا انا وعمي بالعقل باش ما تقولش.
نسقسيو محمد السادس وقول استنى عمي، حاول تسمعني برك عمي، انا سمعت عمي، حاول تسمعني انا قادر فيك كبير. انت قلت بلي محمد السادس ويشربوا امير المؤمنين وكلش. نسقسيك واحد السؤال، خلينا من محمد السادس هذا والسكران هذا واللي يديرهم كل هذا ميم ستة. اوكي روح قول واش تحب هذه اخلاقك انت، ربي يسهل عليك، انت كمسلم. واش اخلاقي نكذب عليه؟ لا راك على بالك القذف في الحوايج هذو. المهم ربي يسهل عليك، انت قلت هذيك، انت تحمل مسؤوليه انت كمسلم ليك انت. اسمع شوف اخلاقك انت يا مسلم، ما شاء الله واخينا وكلش. حاول تسمعني واحد الحاجه برك. شكون هو اللي جاب عقبه بن نافع في وقت من جا؟ شكون هو اللي كان الخليفه تاع المسلمين وامير المؤمنين؟ شكون هو اللي جاب الاسلام شمال افريقيا في وقت من؟ شكون هو كان امير المؤمنين هذاك الوقت؟ شكون هو؟ انا وليد انا بعد ما عقبه بن نافع. عقبه بن عاود لي عقبه بن نافع شكون هو كان؟ الذي هو مدفون في سيدي عقبه ولايه بسكره. اوكي خلينا في شكون كان امير المؤمنين؟ شكون كان امير المؤمنين؟ انت على بالك شكون كان الامير المؤمنين؟ ما تعرفوش. يزيد بن معاويه هو اللي جا في وقت عقبه بن نافع، جا في وقت يزيد بن معاويه، لان معاويه بن ابي سفيان كان في وقته ابو مهاجر دينار. هل يزيد بن معاويه كان سكير ام لا؟ والله الا شربت معاه انت، انا والله ما شربت معاه. لا انا ما نقولش بكتب اهل السنه والجماعه ماذا قالوا عن يزيد بن معاويه امير المؤمنين اللي جاء عقبه بن نافع في وقته. هل كان سكير وكان فيه بزاف حوايج ولا لا؟ لذلك قال لك يقول لك نحن لا نمجده ولا ننبذه، صح ولا لا؟ اهل السنه يقولوا على يزيد بن معاويه كيما ماشي الشيعه، اهل السنه والجماعه بعد على يزيد بن معاويه. وعقبه بن نافع جاء في وقت يزيد بن معاويه. هل تقدر واش تقول لي على يزيد بن معاويه درك انت امير المؤمنين؟ عقبه بن نافع لهنايا اللي كان ياخذ راي امير المؤمنين السكير يزيد بن معاويه ام لا؟ تفضل خويا. لا تشكر في عقله. فات شمال افريقيا. يزيد بن معاويه امير المؤمنين كان يسكر يشرب. والله هذا الله اعلم، لا نقول الا ما سمعنا وشاهدنا. وعلاه انت محمد السادس شفت برك الفيديو هذاك برك اللي راك تشوف فيه الاخر ما يزيد معاويه اللي مكتوب عليه السنه، مكتوب عليه الكتاب كل شفنا وسمعنا باللي واش شفت؟ لا اوكي ما الا ما نسمع. اوكي انا رحت لك الامير المؤمنين يزيد بن معاويه، وانت كي عاد راك سني يصلح يحكمك رئيس الجمهوريه؟ انت يلزم يحكمك امير المؤمنين حتى انت، ما يحكمكش رئيس الجمهوريه. احنا ديمقراطيين يا ابني، احنا ولاد الشعب. واش دخل الديمقراطيه ما تصرحش في الشعب، لازمك مبايعه. انت سني بولحيه يا بولحيه. لا مش يهودي. نظامك كفر. نظامك كفر. مش هذا الدستور نتاعنا دستور مسلم يا شيخ. فواش دستور مسلم؟ واش هو دستور مسلم؟ دستور قسما. النشيد الوطني نتاع قسما بالنازله المحيقات، شكون هو اللي يقسم بغير بالمخلوقات؟ شكون؟ الله ولا البشر؟ الله هو اللي يقسم في القرآن لا أقسم بهذا البلد والتين والزيتون، يقسم بالمخلوقات. نعم لأن الله هو اللي يقسم بالمخلوقات. أو النشيد الوطني فيه الشرك بالله، يقسم بغير الله. وإن حلفتم قسما بالنازلات المحيقات والدماء الزكية الطاهرات والجبال الشامخات الشاهقات. واش قسمت لهنا؟ تفضل ما تدخلش في الدين بزاف، تدخل دولتك الدوله الجزائريه وبلادنا راهي ما تدخلش الدين بزاف. انا ماشي نشوف اي واحد ما ماشي يدخل الدين بزاف، ما تعيبش الناس في الدين وانت راك كارثه اكثر من محتاج. اذا تتكلم بالعاطفه الدينيه هذيك راك مصيبه. يا بني واش قلت لي؟ عوزتك على واحد الامر. يا ما يجاوب والو. تعرف تعطاك برك ليه برك. لا ولدي قلت لك تبون ولد الشعب يا ابو هرمه. يا قلت لك يلزم تحكم. لا انت لا تؤمن بالانتخابات، انت تؤمن بالمبايعه يا اهل السنه والجماعه يا ابو لحيه. الانتخابات ليست فرضيه يا ولدي، ماشي فرضيه يا ماشي فرضيه، ولكن يجب ان يكون عندك امير المؤمنين ولا يكون عندك رئيس الجمهوريه. الديمقراطيه روح تشوف الديمقراطيه عند اهل السنه والجماعه ماذا تعني. لا يكون واحد كما ماذا قال الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وصالح الفوزان على الديمقراطيه؟
يا ولدي يا ولدي يعني حوستك على حاجه حبيت نهديها لك. ابن الباز تلحقتها ابن الباز رحمه الله عليه. اقرا لي واش قال ابن باز. تكلم اكتب ما في جوجل قول له ماذا قال ابن باز عن الديمقراطيه. لا اكتب برك عمي برك في جوجل تشوف الديمقراطيه تشوف فتاوي ابن باز. والله نخليك شيعي اليوم. والله تولي شيعي سني تولي شيعي يعني. شوف وين نهضر معاك انا نسقسي فيك على الجزائر. انا نسقسي فيك على الجزائر انت مدير لي المغرب علاش انت مريض خويا عندك. هاو هاو راجل خالتك خابط هاو امير المؤمنين خابط راجل خالتك. ها كارثه. هاو راجل خالتك بصحته ويشرب بصحته. ربي واش تخليني فيه انا امير المؤمنين تاعي انا اخي من هضر معايا بصحته. يزيد بن معاويه كان يسكر واش تخليني فيه انا يسكر بصحته وتبونه واش يدير. تبون واش يدير. والله شوف يا عمي عيب انا نكون جزائري مانيش مسلم وخاطيني اعراض الناس. عيب انت شيخ باللحيه كيما هكا وقدامك امك في عمرها 70 سنه وتتكلم في اعراض الناس ومريض الناس. شوف انا جزائري مانيش مغربي نهضر معاه. عيب استاذ اللغه العربيه موالف يطلع عندي لهنا ويقري في التلاميذ في واحد الكراهيه ويقري فيهم في الاعراض كيما هكاك. واحد بمؤسسه تعليميه يقري ريح عمي. عيب وليتم خستوا بين الجزائريين. حشمتوا بين الجزائريين والله غير عيب والله. عيب على بالك الناس. يا والله ما اسمع اقسم بالله لك. شوف درك الان بكري كنت راجل وفيك ريحه تاع الاصل والجود والكرم. بس نقول لك حاجه راجل عليك انا ما نقدرش نهضر. اسمع هيا قول لي شفت جا واحد ينعت شبو لحيه شفت واحد ينعت مسلان وواحد كيما حالتك تنعت مسلانك. هيا ربي يغفرنا ويغفر لك ان شاء الله. وعند ربي تتلاقى ان شاء الله الحقائق وان شاء الله انا نتمنى ترجع لاصلك وربي يرحم والديك اللي جابوك والصلاه والسلام على نبينا محمد. الجزائر تغلط معانا ولا تزيد معانا احنا ابنائها واحنا اللي نستروها واحنا اللي نوقفوا معاها في الشده. ما نحتاجوا منها اي شيء. نحتاج تكون الجزائر بخير وعلى خير. وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. وان شاء الله ربي يعطيك ان شاء الله وتبع خاوتك هذوك رجل خالتك وجماعه هذوك ان شاء الله راك تلقى معهم لافير ان شاء الله باذن الله. تلقى معهم ويذبحوك ويقدموك لقدام والله يديروك انت الخبيث وانت الخاين اللي على بالهم بعت اللي يبيع وطنه راه يدير كلش يا ابني. اقسم بالله تاكد من هذه الكلام. اقسم بالله ان يصرى فيك الباطل. اقسم بالله وتروح معاهم تعطيهم كلمتك غير ينحوا لك راسك ويبهدلوك. على بالك ترمو كبير. على بالك ما تربح. على بالك اسمع على بالك ترمو كبير حشمت حتى نسبك ولا لا. ربوني ما اليهوديه ما نسبش الكبير. ما نقدرش نسب الكبير. كبير ما نقدرش نسبك لانك ربما كبير ما نقدرش نسبك. ربما كبير ما نقدرش نسبك. حشمت بالكبر تاعك والشيب اللي في اللحيه تاعك. اسمع ما نقدرش نسبك. تفكرت عمامك واصلك. ما تقدرش تسبني لاني متاكد انك كبير عيبك كبير. ربما اللي جابك كبير اني ربطني الكبير ما يسبوش. يديه طاهرين اللي جابك. انت اللي خنت الدعوه. لكن شوف النبي نوح عليه السلام كان ولده خائن يعني خانوا. النبي نوح مرته خاينه مرت زوج النبي لوط خائنه عليه السلام. لكن ما تسبنيش لاني على بالك انت باللي راني على حق. وتعيا يمرمدوك وينحوا لك رقبتك. يقولوا لك يا خاين وطنك. تعرف يا خاين وطنك احنا ما نخونوش الاوطان تاعنا. كون يمرمدونا والله ما نخون. يعيا ويديروا فيك الباطل. قسما بالله غير بعت روحك في شكاره تاع حليب رايه باش ارجع قبل ما ينحوا لك سروالك يا ابني. وانت نسال الله العفو والعافيه. هيا تحياتنا من الجزائر وان شاء الله ان تكون كلماتنا دواء ليك لقلبك ان شاء الله ترجع ولا تخدم الجزائر كما خدموها الرجال من قبل. ونسمحوا لك ان شاء الله على ما قدمت ولا سبيت ولا. ارجع لبلادك قبل فوات الاوان. ابقى ارجع لبلادك. ما تنفعك غير بلادك.
وتحيه تبون، تحيه شنقريحه، وتحيه المؤسسات العسكريه والشعب الجزائري والشيوخ الجزائريين وكل شيء في الجزائر نقدم له تحيه، لانه بلد الرجال، بلد الدماء الطاهره، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. تحيه الجزائر. ارجع يا ولدي، نصيحه، ارجع، ما دام كاين الرجوع وكاين العفو، ارجع الجزائر، وما يهمك لا في زيد لا في بوزيد، المهم ارجع صلي صلاتك وتبع طريق رب العالمين، ولك منا كل الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربي يكبر شانك ان شاء الله. ما تدي غير دعوه الخير منا ان شاء الله، ما تدي والله، حتى احنا ما سبابين ما شتامين، احنا امه الرحمه، نتكلموا الا اللي يقول لك ما كان شهداء بالجزائر قول لهم كاين شهداء ولا ما كانش، قول والله نقول كلمه حق، كاين شهداء بالجزائر يا ابن الشويه، لانه هذا يعلم مليح كاين شهداء ولا ما كانش، كاين شهداء ولا ما كانش، كلمه حق. شنو نهضر معك يا عمي خويا، ما نقدرش نهضر معك، حشمت. لا قول كلمه حق امام الله، امام الله في هذا اليوم العظيم، كاين شهداء بالجزائر ولا ما كانش؟ كاين شهداء، لا درك نهضر عن الميزاجور، كاين شهداء بكري ودرك كاين شهداء الغريق ثاني، راهو شاهد يظلوا يموتوا في البوطيات في فرنسا. تحيه لك على الكلمه، خلاص ما دام قلت كاين شهداء، تحيه لك وربي يحميك ويحفظك وينورك. السلام عليكم ورحمه الله. كيف الشيخ يدخل في الاعراض، يهضر في الاعراض، اللحيه. انا حشمتها بك كبير، هذاك انا بك ما نقدرش نسب واحد كبير، انا ما نقدرش نسب واحد كبير، هذاك انا وكبير يضرب لي بكفري ما نقدرش نسبه. كبير لو كان يكون قدامي راجل كبير كيما هذا بك يضربني بكف ما نقدرش نتلفت ليه. هذاك حشمت نسبو، نهضر معاك ونهضر معاه بطريقه، هضرتو في الدين ما نقدرش نسبو. لا كبير كمان، كبير مو حذاه، واللي ما باليش المراه كبيره حذاه، واللي لا ما قدرت نسبو. لا قاعد نناقش معاك كي لقيتو يهضر في الاعراض بولحيه. شويه نحق المستوى تاع ولاد بلادي. قلت لكم استاذ في مدرسه، استاذ اللغه العربيه طلع عنيق، قال لك انا نقري في ولادي انهم يكرهوا المروك، يقري في ولاد في التلاميذ. الجزائر اللي خليتها ما خليتهاش في 2021 والله يا خاوتي، اني عشت والله اني نهضر معاك، ما مانيش هذاك العبد اللي عشت 2021 من 2021 في الجزائر، اقسم يا خاوتي. اللي كانت الفكره هذه نتاع انه الشيخ كيما يكون حق استاذ كيما هيك، والله ما على بالهم بكم. هذه في بدايه 2021. هذا درك من الضربه هذه تاع التاخير الاخرى هذه ولاو كارثه. عباك تنخلعت على بالك استاذ كيقري كيما هكا، شيخ زعما شيخ تشوف فيه يهضر بالدين ويهضر كيما هكا في الاعراض. والله ولد بلادي واش راه نقول لك، نقول لك تبان لي كاين المسلمين تاعنا، كاين الملحدين تاعنا، كاين معارضين، كاين اللي مع النظام، كاين اللي يعرف ربي، كاين اللي ما يعرفش ربي. كي انا نقول كلشي شبه البلاء. نعتذر خاوتنا الاخرين اللي كنتوا تسمعوا الكلمات هذوك، بالعكس هذا بالعكس على بالك يعطي معيار، يعطي واحد الوجهه، لان وانا جزائري اليوم يعطي واحد الوجهه خاسره على المواطن الجزائري، يعطي وجهه خاسره على المواطن الجزائري. هذا يعطي واحد الوجهه كارثه. الاستاذ تاع اللغه العربيه هكا واش عطى الاستاذ الجزائري، وهذا على شيخ الاسلام الجزائري، شيخ الاسلام الجزائري. كنا نهضروا على الجزائر، نهضر معاه نهضروا على الجزائر، طاف المروك الملك هذا اخرها فيه، قال لي واش قال لي انت